بلا ما نحسو. غادي نحاول ان شاء الله هذا المباشر باش ما يكونش طويل بزاف، لان اولا تنشكر الاخوان حديت فكرت اللي تفاعلوا في التعليقات في الفيسبوك، وكنشكر الاخوان اللي تفاعلوا في الماسنجر. اراء قيمه، وكانت مجموعه من الاقتراحات. الاغلبيه الاقتراحات او الماجوريتي ديال الاقتراحات كانوا سولوا واش ممكن اننا نبسطوا في المواضيع ونخليو يعني المواضيع اللي كنناقشوها تكون شويه مبسطه، لان مجموعه الناس اللي كتبع ربما كيصعب عليها انها تفهم مجموعه ديال المفاهيم. وهذه تعاودات في اللايف الاخراني، وكانت مجموعه ديال الاقتراحات، فشكرا لجميع الاخوان. دونك كما قلنا ان شاء الله هاد الحلقه غادي تكون على الجنيد الرقمي او الجنيد في السوشيال ميديا. يعني هو موضوع شويه خطير، وفي نفس الوقت صعيب باش ان الانسان يعني يتفاعل مع هذا النوع ديال المواضيع. والخطوره ديالو كتكمن في انه ما تيبانش للبنادم. يعني الطرق ديال كيفاش كيتجندوا الناس، والطرق كيفاش كيتعاملوا مع هاد المساله هذه صعيبه باش انها تبان للعين المجرده. والوسائل ديالها كما قلت هي اللي كتخليها شويه صعيبه. دونك قبل ما نبدا خلينا نعطيكم واحد المثال باش نعطيو شويه باش نفهموا شنو هو المعنى ديال هاد الظاهره هذه في السياق اللي مفهوم عندنا. فمثلا الا خدينا جيل ديال زيد، وجيل ديال زيد يعني كنتكلم على الناس اللي تزادوا بين يعني 1997 حتى 2012، زيد عام نقص عام. يعني هاد البرومو هاد البرومو ربما صغار في العمر، ربما ما عندهمش تجربه في الحياه. وانا هذه ماشي بصفه التعميم، ولكن يعني بصفه عامه يعني نقدروا نقولوا هما صغار في العمر، ما عندهمش تجربه يعني في هذا السياق هذا. ولكن هذا الجيل هذا كبير في الاستعمال ديال السوشيال ميديا. وهذا هو الجيل ربما اللي عليه خطر من هذه المساله هذه، بحكم انه جيل كابر فهاد الموجه ديال السوشيال ميديا. لان الجيل اللي قبل منه ما كانش عنده الامكانيات باش انه يكون منفتح على السوشيال ميديا كما هي دابا، لاسباب مختلفه. كنهضر على الخصوصيه ديال المغرب، ما كنهضرش على دول اخرى. دونك هذا الجيل هذا معرض لهاد المساله هذه. وشنا امثله في العالم كامل، شنا امثله ماشي غير في المغرب، شنا امثله في يعني في الدول اخرى. والناس اللي متبعين هاد المسائل هذه يعني كان هذا الشيء يومي تيدوز عندنا في الصفحات ديال الفيسبوك، في تيك توك، يعني كاع لي بلاتفورم. فاش كنهضروا على هذا الشيء ديال التجنيد في الوسائل ديال التواصل الاجتماعي، فهو فيه جوج انواع. فيه التجنيد المباشر، وهذا تيكون يعني داخله فيه يعني الدوله بهياكل ديالها. تيكون فيه خطاب سياسي باين رسمي ديال الدوله او شبه رسمي، كتدخل فيه وسائل، كتدخل فيه وسائل ديال الدوله. فإلا عطينا مثال، نعطيو المثال ديال الجزائر، وحنا غنبقاو ديما نعطيو المثال ديال الجزائر لان كاين عندنا اشكال مع الجزائر. ومن الطبيعي اننا غادي، وهذه الخصوصيه ديال مجموعه ديال اللايفات اللي تندير، لانها كاين عندها اشكال. هذه الاشكاليه كاينه موجوده ومطروحه. دونك الاخوان، فإلا خدينا الجزائر كمثال في السياق ديال مثلا جيل زيد، ويعني الا كنتم متابعين وسائل الصفحات ووسائل الاعلام حتى ديال الجزائر الرسميه والغير الرسميه، فكانت واحد الموجه اللي خرجات. يعني علاش هاد الناس خرجوا؟ وهي مطالب